بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله جولة جميلة جدا وممتعة في متحف كفر الشيخ. حاجة كده جميلة جدا. شفت حاجة في الفيديو ده بجد خلت لساني عاجز عن الكلام، يعني ان شاء الله هتشوفوها معايا في الفيديو وهتستمتعوا بالفيديو ده لانه فيديو جميل جدا وحلو قوي. بس اتمنى ما تنسوناش كده في اشتراك للقناة ولايك للفيديو علشان يوصلكم كل جديد منا ان شاء الله. المكان حلو قوي، شيك جدا ونضيف. هو طبعا في كفر الشيخ جنب الكليات بجوار حديقة صنعاء. المكان شكله شيك من بره. دي دخلة المتحف زي ما انتوا شايفين كده. حاجة حلوة قوي وجميلة جدا. طبعا بالنسبة للاشتراك، الاشتراك بتاع الدخول 10 جنيه للطلبة، اللي هم اللي في الكليات وكده، بس اللي في كلية آثار وتاريخ مجاني، لكن للزائرين العاديين 20 جنيه. بس صدقوني بجد الاشتراك ده ولا حاجة مقابل الجمال أو الحاجة الحلوة اللي بجد هتشوفوها في الفيديو، والمنظر الجميل الممتع جدا اللي هتشوفوه معانا في الفيديو ده زي ما انتوا شايفين مكان حلو قوي، شكله جميل وراقي ضيف وعلى مساحة حلوة كمان، والدخلة بتاعته حلوة. هو الافتتاح بتاع المكان ده كان قريب، يعني ما كانش من كتير زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى الدخلة دي واحدة عشان هنحط الشنط. ده اول حاجة هتشوفوها في المكان على اول ما تخشوا كده. بعض الاسلحة بس بجد عايزة اقول لكم ان انا شفت صور للاثار كتيرة جدا، وشفت صور للحاجات دي كتيرة قوي، بس بجد اقسم بالله المنظر على الطبيعة بجد رائع. ان الحاجة قدامك كده وقدام عينك وشايفاها جميلة جدا، يعني بجد عجز لساني عن اني اقدر اوصف جمال الحاجة وقد ايه الناس دي كانت بجد مبدعة جدا. يعني عايزة اقول لكم وانا بلمس التماثيل كده والحاجة دي قدامي بجد، يعني احساسها حلو قوي. شكل الحجر وشكل التصميم اللي هم عاملينه بجد حاجة فوق الراقية بشوية جدا. انا طبعا حاولت ان انا اجيب كل حاجة المكتوب عنها وكده، بحيث ان انتوا تبقوا واخدين فكرة دي ايه وبيتكلم عن ايه وكده. بس بجد حاجة رائعة. يعني دي بعد اواني الفخار بس جميلة جدا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. شكل الحجر، شكل الفخار، شكل التصاميم جميلة قوي، يعني بجد جميل والله العظيم يا بنات. اقسم بالله بجد الحاجة على الطبيعة حاجة تانية. بجد انا زي ما قلت لكم شفت صور كتير، بس بجد ما قدرتش اوصف جمال الحاجة دي زي ما كنت شايفاها قدامي. حاجة قدامك حاجة تانية خالص. المنظر والشكل والحاجات دي حاجة بصراحة، يعني حاجة تفضلي فخورة بيها ان انتي مصرية وعندك الحاجات الجميلة دي. بجد حاجة روعة. ده تمثال لتحتمس الثالث. دي واحدة اهوت، شايفين الجمال؟ فن، فن يعجز عن وصفه اللسان.
فن ممتع للنظر بطريقة جامدة جدا ومريح جدا. يعني بجد تدخلي المكان ده تطلعي بكمية حماس وتطلعي بكمية فخر وكمية طاقة إيجابية بجد حلوة قوي. ان شاء الله شايفين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هما الحاجات دي في حاجات مش حاطين عليها صندوق ازاز، وفي حاجات محطوط عليها صندوق ازاز، يعني علشان ايه؟ تفضل محفوظة اكتر لفترات اطول وكده زي ما انتوا شايفين كده. بس برضو حاجة رائعة. يعني اعتقد ان ده مكان من الاماكن، لو كأسرة ممكن الناس تاخد ولادها وتروح هناك، مش مكلف جدا يعني. 100 جنيه ممكن تدخلي انتي وولادك وأسرتك مكان زي ده، وياخدوا يعرفوا يشوفوا حضارة بلادهم، يشوفوا قد ايه كانت الفراعنة دي عظيمة، وقد ايه أجدادنا المصريين كانوا عظام. كانوا بيعملوا قد ايه، كانوا بيقدسوا العمل، كانوا مخلصين في عملهم جدا لدرجة انهم يطلعوا لنا الابداع ده. كمان في حاجة مهمة قوي، القدرة اللي ربنا خلقها فينا كبني ادمين، لو قدرنا نوظفها صح صدقوني بنطلع نتائج هايلة وجميلة جدا زي دي، الناس تفضل فخورة بيها لسنين وآلاف السنين. لكن الناس اللي بتستغل القدرات اللي ربنا عطاها لها استغلال سيء حرام، صدقوني ربنا عطانا نعم كتيرة جدا. اللي وصل معانا الى الفيديو ما ينسناش بقى في حط لايك للفيديو. تمام، شايفين الجمال؟ كانت اول مرة اخش متحف، مش هتحرك ولا هكون مكسوفة ان انا اقول دي اول مرة، لان بجد فعلا دي اول مرة ان انا اخش متحف واشوف الحاجات دي عن قرب جدا. شفت صور كتير، قرأت قصص كتير تاريخية، بس الحاجة قدامك حاجة تانية، حاجة بجد راقية جدا. ده شايفين الخادم النائم ده؟ كيوت قوي، شكله جميل قوي. شايفين؟ رائع قوي يا بنات. عايزة اقول لكم ان انا وانا بتفرج على الحاجة دي بجد اول ما شفتها حسيت احساس جميل قوي. يعني ان انا مصرية، ان انا اجدادي والناس اللي قبلنا رغم بساطة الامكانيات اللي حواليهم طلعوا القدرات العظيمة دي، وكمان طلعت بطاقة ايجابية قوي ان انا لازم يكون لي بصمة في الحياة. شايفين؟ فن بجد ان شاء الله. طبعا هو كل حاجة من دي موجود جنبها لافتة مكتوب فيها الاسم بتاع الحاجة والطريقة بتاعها وسبب عملها وكده، للثقافة طبعا، وكمان الناس تبقى عارفة ده ايه اللي هما بيشوفوه او بيتفرجوا عليه ده ايه. كده شايفين الجمال؟ حاجة حلوة قوي. الأحجار منظرها فوق الرائع، يعني بجد الأحجار كان منظرها فوق الرائع. كمان ده شايفين؟
حلو قوي. برضو دي عجبتني جدا، من اللوحة اللي عجبتني ان الناس مجستها بخيوط. على فكرة اللي عدت دي خيوط، اللوحة دي تجسيد للحاجات بخيوط، حلوة قوي. دي برضو بعض العملات الذهبية، حلوة قوي، شكلها فني جدا جدا، شكلها جميل قوي. شايفين؟ حاجات رائعة. وبصراحة أنا لما بكون قدام حاجة مبهرة بدرجة كبيرة فعلا، بحس ان انا مهما اتكلم عنها مش هقدر اوفيها. ودي من الحاجات اللي بجد يعني بجد فعلا يعجز اللسان عن الوصف عن جمالها. سبحان الله اللي علم خلقه القدرات الجميلة دي، سبحان الله على كل نعمة حلوة في حياتنا. احمدوا ربنا بجد، احمدوا ربنا في كل حاجة حلوة في حياتكم، واتمنوا الحاجة الحلوة هتوصلوا لها. صدقوني اتمنوا الحاجة الحلوة هتوصلوا لها. ده كان بالنسبة لي أول مرة أعرف تاريخ كفر الشيخ كعاصمة يعني، فكانت حلوة قوي. تقدروا تقرأوها، معلومات جميلة قوي يعني إن شاء الله. طبعا اللي عجبني أكتر إن هم عاملين ده باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، يعني كل حاجة مكتوبة معمولة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. فدي من الحاجات الحلوة جدا، لأنها بتراعي الثقافات المختلفة واللغات المختلفة، وتقدري توصلي المعلومة أو الحاجة بتاعتك أو الثقافة بتاعتك باللغات المختلفة، بحيث ان انت توصليها لكل الدول ان شاء الله. شايفين؟ ده برضو حلو قوي. ده التسلسل التاريخي للحضارة المصرية زي ما انتوا شايفين كده. انا حاولت اخد جولة في المكان كله. هو المكان مش على مساحة كبيرة قوي من اللي فيه، المكان اللي هو فيه الآثار مش على مساحة كبيرة قوي، بس الحاجات اللي موجودة فيه حلوة قوي قوي قوي، يعني جميلة جدا وحاجة مبدعة جدا بجد مهما اتكلمت مش هقدر اوصف الجمال اللي انا شفته في المكان ده والاحساس اللي انا شفته في المكان ده. اتمنى بجد ان انتوا تروحوا وتزوروا الاماكن دي. الاماكن دي حلوة حلوة بجد، حلوة ان انتوا تشوفوا الحاجة على الطبيعة غير الصور مختلفة كتير يعني. و10 جنيه او 20 جنيه مش مكلفة ان انتي تقر السوم ان انتي تدخلي مكان زي ده، لان بجد القيمة اللي انتي هتطلعي بيها من المكان ده صدقيني إيه يعني مش هتاخديها بفلوس كتيرة، ممكن تدفعيها في اماكن تانية ان شاء الله. شايفين الحاجة جامدة. طبعا مش هتكون اول مرة ان شاء الله يعني، لان انا خدت عهد على نفسي بصراحة بعد ما دخلت المكان ده. قلت لا، لازم اشوف اي فرصة تبقى اكون قدامي ان انا اقدر اشوف الحاجات دي او اتفرج على الحاجات الراقية دي مش هفوتها. لان بجد كان قدامي فرص كتير ان انا اخش متاحف قبل كده، وفعلا كنت مستهونة بالحاجة، بس بعد الجمال اللي انا شفته لا، حلو قوي. يا رب الفيديو يكون نال رضاكم،
ويا رب ان انا اكون قدرت ان انا افيدكم واوصل لكم الحاجة. بس بجد فعلا انا لو اتكلمت من هنا لبكرة على الجمال ده مش هقدر اوصفه. حلو قوي، مكان جميل قوي، شيك، حضارتنا حلوة قوي. هفضل فخورة ان انا مسلمة وان انا مصرية. جميل قوي، الحاجات حلوة جدا جدا جدا. انتظرونا بقى في فيديو جاي ان شاء الله، حاجات حلوة بعون الله. دي كانت جولتي معاكم النهاردة من متحف كفر الشيخ. قلنا بجوار حديقة صنعاء. التكلفة مش غالية، اتمنى ان انتوا تروحوا وتزوروا المكان، حلو قوي ان شاء الله. انتظروا الفيديو الجاي وما تنسوناش بدعوة حلوة منكم او لايك للفيديو واشتراك للقناة. انتظرونا ان شاء الله بكل جديد.